بدأت مشوارها في مجال التمثيل بمرحلة الطفولة من خلال مشاركتها في فيلم وفاء للأبد عام 1962، وبعدها بعامين شاركت في فيلم لوكاندا الفردوس، وفي عام 1965 قدمت أيضا دور في فيلم الاعتراف وفيلم الليالي الطويلة. إنها الفنانة نورة. ولدت الفنانة نورة عام 1954، واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد أدري، شقيقة الفنانة بوسي، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة القاهرة. اعتزلت الفنانة الكبيرة نورة الحياة الفنية منذ أكثر من ربع قرن، وبالتحديد عام 1996. تعتبر الفنانة نورة هي الفنانة الوحيدة المعتزلة والتي حفظت القرآن الكريم كاملا، قامت بتحفيظه لزمائلها من الوسط الفني لمن يرغب في ذلك. الفنانة المعتزلة نورة تزوجت من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، وكان زواجهما من أهم زيجات الوسط الفني، والتي بدأت بمشهد اغتصاب في فيلم عنتر شايل سيفه، حيث حرص ذو الفقار على عدم ملامسة جسد نورة، الأمر الذي لفت انتباهها له وجعلها تحب وتوافق على الارتباط به. بدأت قصة الحب بين الثنائي منذ ذلك الحين، التي كللها الزواج، وبالرغم أن الزواج تم ضد رغبة والده الذي كان يرغب بزواجه من إحدى قريباته. يذكر أن آخر أعمال نورة هو فيلم الهاربان الذي جسدت فيه دور الزوبة مع الفنان الراحل سمير غانم عام 1993، لتكمل 30 عاما من الغياب عن الوسط الفني.